لما نيجي نتفرج على ماتشات الليجا وبالذات ماتشات برشلونة وريال مدريد وتصادفت بالصدفة ان هم بيلعبوا فريق اتلتيكو بالباو، بنلاحظ حاجة كده معينة، ان الفريق ده ما عندوش ولا لاعب محترف، ودي بقى ليها قصة بس قديمة شويتين. هنرجع بالزمن وبالتحديد لسنة 1898، ده سنة تأسيس النادي الباسكي اللي من ساعتها هو مستمد رمزيته وهويته من الإقليم وماشي على سياسته بالظبط. وده كان أكبر سبب إنه ما يجيبش أي لعيب خارج أسبانيا أو الإقليم. طيب ليه؟ هي دي سياسة الإقليم، لازم اللاعب اللي يلعب في النادي يكون اتولد في البقعة الأرضية دي أو ساكن في أي حي من الأحياء. ما ينفعش يكون لاعب مثلا من مدريد، ما ينفعش الباسك فقط. طبعا اكيد ما يكونش لعيب طبعا خارج اسبانيا كلها. ده كان وفاء من النادي اتلتيكو بلباو للاقليم الباسك، بالرغم انه يبان قرار غريب شويه وانه هيضر النادي بشكل عام، انك مش هتعرف تجيب لعيبه قويه زي بقيه الانديه بشكل مميز. لكن هم انتصروا في فكرته، وعلى الرغم ان النادي قرر انه ما يجيبش ولا لعيب من خارج اسبانيا، وده طبعا الناس كلها قالت ان ده هيدمر النادي، لكن انتصروا في فكرتهم لانتماء لهذه البقعه الارضيه. ان هم من ضمن 3 انديه مع برشلونه وريال مدريد عمرهم ما هبطوا من الليجا في الدوري الاسباني، وكمان عندهم 8 ليجا، وعندهم 24 بطولة كاس، وعندهم 3 بطولات سوبر، ويعتبر من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات بعد ريال مدريد برضه برشلونة. يعني انتصروا في فكرتهم ومبادئهم، برضه اسمهم ظل قوي جدا في الساحة الأوروبية وبالذات الأسبانية.